البروتين والكرياتين والكافيار والترميم كلها اسامي لحاجات بتعمل نفس نتيجه شعرنا، هي عباره عن فرد مؤقت للشعر. بس خلينا نعرف في الفيديو ده ايه اهم الاضرار والحاجات اللي بتاثر المواد الكيميائيه دي على شعرنا. طبعا المواد دي مشكلتها انها بتاثر على المدى القريب او المدى البعيد، بمعنى انها بتاثر على الكود بتاع الشعرايه اللي هو الغلاف اللي بيحمي الشعرايه من العوامل الخارجيه، بيؤدي لتقصيفها وتكسيرها، بيؤدي لمشكله الهيشان وتقصيف الشعر. كمان المواد دي مشكله انها ممكن تاثر على فروه الراس، بمعنى انها بتزود التهابات فروه الراس، بتزود الاكزيما، وممكن تعمل قشره مزمنه لفروه الراس. كمان ممكن مع الوقت تعمل تساقط شديد للشعر، وعلى المدى البعيد لو استخدمناها بصوره مزمنه ممكن تعمل لا قدر الله بعض الاورام. لو عندكم اي مشكله بخصوص الشعر ابعتولي في المسجز او الكومنتس وهرد عليكم.